إن القلوب المعلقة بالمساجد تحرص على الصلاة فيها، بل تحرص على التبكير إليها. إن من كان قلبه معلقا في بيت من بيوت الله ما إن يسمع النداء إلا ويهرع إلى المسجد، يأتي إليه مبكرا، يحرص على أن يصلي في الصف الأول لا في الثاني، فهو لا يتنازل عن الصلاة في تلك البقعة المشرفة وذلك المكان الفضيل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. إن الله وملائكته يصلون على من؟ على الصف الأول، ذلك الذي أتى مبكرا، جاء وتنفل، ثم جلس يدعو الله عز وجل بين الأذان والإقامة، واستعد لصلاته، دعا الله وسبحه وذكره وقرأ شيئا من القرآن وهو في صلاة ما انتظر الصلاة. أعجب من كثير من الناس ضيع على نفسه ذلك الأجر العظيم، لا يأتي إلا عند سماع الإقامة، وربما فاتته من الصلاة ركعة أو ركعتان وكأن الأمر عادي، بل ربما جاء للمسجد وضاعت صلاة الجماعة ليصلي جماعة أخرى أو يرجع إلى بيته ولا يبالي. وكان الأولون العارفون الواحد منهم إن فاتته صلاة جماعة جلس في البيت يبكي لأن الصلاة فاتته، وربما عزاه أهل الحي لأنه فاتته صلاة جماعة واحدة. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. كل هذه الفضائل وهذه الأجور ضاعت على الكثيرين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو اختلف اثنان في مكان ازدحم عليه وتزاحم عليه في صف أول ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا قرعة من يحصل على هذا المكان لاقترعوا، وذلك لما في الصف الأول من الأجر العظيم عند الله جل وعلا. الصفوف الأول إتمامها، إكمالها، الإسراع إليها، هنا التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال الصحابة: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون، أي أن بعضهم يصلي ملتصقا بالآخر عند الله عز وجل. إنهم الصافون عند الله، إنهم المسبحون لله. وما أجمل الصف الأول الذي يناجي ربه عز وجل. هم في الواجهة، هم في المقدمة، هم في مقدمة الركب المقبلون على الله عز وجل. أما الصفوف الأخيرة فهي شر الصفوف. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وبعض الناس ربما كان جارا للمسجد وربما كان في المسجد نفسه، لكنه يأتي مبكرا ويجلس في الخلف ينتظر الصف الأول ليصلي في الصف الثاني. محروم من ضيع على نفسه الصف الأول. ومن الفضائل أن يدرك الإنسان تكبيرة الإحرام. وما أدراك ما تكبيرة الإحرام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر لهذا الحديث الجليل، هذا الحديث العظيم الذي يبين النبي فيه فضل تكبيرة الإحرام وإدراكها مع الإمام. قال: من صلى لله 40 يوما، يعني مخلصا لله 40 يوما، يدرك فيها تكبيرة الإحرام، يعني كان في الصف والإمام يكبر التكبيرة الأولى، يدرك فيها تكبيرة الإحرام. تعرف ما أجره؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتبت له براءتان، له شهادتان، ليست شهادة واحدة، براءتان من أي شيء؟ براءة من النفاق وبراءة
من النار. أما البراءة من النفاق لأن المنافقين وصفهم الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا يأتون إلا متأخرين، لا تجدهم إلا في الصفوف الأخيرة، أثقل صلاة عليهم الفجر والعشاء، لا يتعودون الصف الأول. من اعتاد تكبيرة الإحرام 40 يوما برئ من النفاق. البراءة الثانية من النار لأن أهم سبب لدخول سقر وولوج جهنم: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ما كانوا مصلين، ضيعوا الصلاة فسوف يلقون غيا. أما أهل الصلاة والصف الأول ومدركو تكبيرة الإحرام فلهم الأجر العظيم عند الله عز وجل. سمعتم بتابعي جليل اسمه سعيد بن المسيب، من أجل التابعين، من عبادهم، من زهادهم. هذا الرجل ظل 50 عاما، لا أقول 40 يوما، ظل 50 عاما لم تفته تكبيرة الإحرام مرة واحدة. لا أقول فاتته ركعة، ولا أقول فاتته جماعة، بل لم تفته تكبيرة الإحرام مرة واحدة. 50 عاما ما نظر في قفا مصل، 50 عاما وهو يدرك التكبيرة الأولى. أي إنسان هذا؟ أما الأعمش يروى عنه 70 سنة على هذه الحال. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسلوا أيديكم منه. هذا ضعيف إيمان، هذا لا يبالي بالطاعات، هذا لا يتسابق إلى الخيرات، هذا لا يعلم الأجر العظيم في تكبيرة الإحرام، ولهذا ربما يضيع حقوقا أخرى كثيرة ولا يبالي. قال: فاغسلوا أيديكم منه. اغسلوا أيديكم ممن يتهاون في تكبيرة الإحرام. طيب من يتهاون في ركعة من الصلاة؟ طيب من يتهاون في أداء صلاة الجماعة؟ بل من يتهاون عن المسجد ما ذنبه؟ يقول أحدهم: جئت لصلاة الفجر يوما فوجدت شابا مسرعا إلى المسجد صلاة الفجر، فلما دخل المسجد ونظر خر لله ساجدا. تعجبت، ما باله؟ يقول: ثم دخل إلى المسجد وصلى الفجر. يقول: بعد صلاة الفجر سلمت عليه، قلت له: رأيتك تسجد شكرا لله أول ما دخلت المسجد، ما الذي يحدث؟ قال: أنا عاهدت ربي أن أحقق الحديث 40 يوما أدرك تكبيرة الإحرام، ففعلتها 39 يوما. يقول: فلما كان اليوم 40 اليوم استيقظت فإذا بي قد فاتتني صلاة الجماعة في المسجد الذي بجنبي، فاتتني تكبيرة الإحرام في اليوم 40. يقول: قمت فزعا، توضأت، خرجت من بيتي بسيارتي أبحث من مسجد إلى مسجد أيهم لم يقم الصلاة. يقول: فلما جئت إلى هذا المسجد الأخير فوجدتهم لم يقيموا الصلاة، من شدة فرحي خررت لله ساجدا. إنه اليوم 40، إنها نهاية دورة، هنا تكون الجائزة والمكافأة. فصليت الفجر وأدركت تكبيرة الإحرام. هنيئا لمن يدرك هذه التكبيرة ويحرص على الصف الأول.